حسب كلام النقاد وكتير من الجماهير ان الفن اصبح تكية، وان كل حد بينجح بيروح يجيب معاه حد من قرايبه، يا واحدة تجيب جوزها يا واحد يجيب مراته. فمين بقى من الفنانين اللي يتقال عليه من ضمن عائلة تكية الفن؟ ده غير ان الحلقة دي من وحي مقالة الناقد الكبير طارق الشناوي. ده حبيبي احكي لك. اللي انتشر عن مقالة طارق الشناوي انه بيقول ان ريهام حجاج من اوائل الفنانين اللي بيشاركوا في عالم الفن بسبب مساعدة جوزها رجل الاعمال محمد حلاوة، اللي خلاها وبسبب مساعدته تفضل بطلة لمدة 6 سنين ورا بعض في اعمال في التلفزيون، من سنة 2019 بمسلسل كارمن، مرورا بمسلسلات كتيرة زي مسلسل وكل ما نفترق ومسلسل نيوتن، واخرهم كان مسلسل صدفة، وبنفس الاداء الضعيف وتقريبا بدون موهبة. تتفق او تختلف مع الناقد، لازم يكون في معايير لتقييم الموهبه، لانه بعد كده اتكلم عن الفنانه روجينا اللي انا بعتبرها من اهم المواهب اللي شاركت في الدراما التلفزيونيه تقريبا في اخر 15 سنه، الا انه قال عن الفنانه روجينا ان بسبب جوزها الفنان والنقيب اشرف زكي فضلت مستمريه بالبطوله المطلقه لمده 3 سنين ورا بعض، من سنه 22 بمسلسل انحراف، بعد كده مسلسل ستهم، واخرهم كان مسلسل سر الهي. روجينا موهبه كبيره وخبره اكبر كمان، ويمكن لو الورق كان افضل من كده للاعمال اللي بتقوم بيها كان زمان اسم الفنانه روجينا من اهم اسامي الفنانين اللي بيشاركوا في كل موسم رمضاني. ده غير ان مش من المهنيه ان الناقد الكبير طارق الشناوي يتهم الفنان اشرف زكي انه بيستغل نفوذه عشان يخلي مراته بطله في اعمال في رمضان، لان الفنان اشرف زكي كان نقيب الفنانين لاول مره سنه 2003 وبعد الفنان يوسف شعبان، بعد كده سابها فتره ورجع لها تاني سنه 2015. فالراجل لو كان عايز يستغل نفوذه كان استغلها من زمان، ما كانش استنى طول السنين دي كلها عشان يخلي روجينا بطله في مسلسلات. ده غير ان الفنانه روجينا ممثله قويه ومن زمان، افتكروا معايا مثلا مسلسل حكايات زوج معاصر مع اشرف عبد الباقي، او حتى فيلم على جنب يا اسطى برضه مع اشرف عبد الباقي، ده غير كمان مسلسل البرنس مع محمد رمضان، فهي مش محتاجه حد عشان تبين موهبتها. بعدها راح يتكلم عن المخرج محمد سامي وقال ان بعد نجاحه الشعبي الكبير اصبح من حق اقحام زوجته مي عمر كبطلة لمسلسل جديد ليها تحت اسم نعم الافوكاتو. ده غير ان كمان الشيء اللي لا يعقل انك لحد دلوقتي ما عملتش لايك، اعمل لايك. يمكن تتفق مع الناقد طارق الشناوي ويمكن تختلف معاه وتقول له انت غلط، ولكن قيمته دي كانت فعلا ممكن تكبر. يعني عندك مثلا ياسمين صبري او جميله عوض، مع ان جميله في اخر عمل ليها بدا يبان عليها انها بدات تطور من ادائها، ده غير كمان الفنان احمد العوضي وغيرهم. يعني عندك اعمال لياسمين صبري زي مثلا مسلسل حكايتي او فرصه تانية او اخر مسلسل اللي كان اسمه رحيل. اما احمد العوضي بدايته مع ياسمين عبد العزيز اذا كان في اللي ملوش كبير او ضرب نار لحد ما وصل للبطوله المطلقه في مسلسل حق عرب. ولكن السؤال بقى هنا، احنا فين كجمهور؟ ليه احنا ملناش صوت وكأننا عاملين زي اللي قاعدين على مائدة رحمن ولازم ياكلوا اللي بيتقدم لهم وهم ساكتين؟ ولا لينا رأي نقول عايزين مين نشوفه بطل ومين مش عايزينه نشوفه بطل؟ وعشان كده قولوا لي انتوا رأيكم في التعليقات. شايفين كلام الناقد طارق الشناوي فعلا صحيح ولا في بعض الاسامي ممكن يكون غلط؟ وهل يا ترى في اسماء تانية كمان ممكن تضاف لعائلة تكية الفن؟ مستني رأيكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي.